انت عادة بتحب تشحن ازاي؟ يعني اللي هو ايه اللي يخليك بعد فترة راحة تقول انا شحنت؟ بتتفرج كتير، تقرا، تسافر؟ يعني ايه الحاجة اللي تحسسك فعلا ان انت دخلت كده على الجهاز بتاع غسيل الدم كده وبقيت؟ هو بص، بالمصطلح الاخير اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي السفر، يعني مم. السفر بالنسبه لي هو غسيل الدم. مم. فعلا ان انت تفصل عن عشان كده ما بحبش اشتغل يعني فكره اللي هو يلا هنطلع في المصيف مكان فيه بحر وبتاع لا، مش مم. هاخد معايا اللابتوب، مش مم. هعمل الحركه دي. مش هلوث مكان اللهو بالعمل أيوة. يعني. بس يبقى دايما معايا حاجه اكتب فيها، يعني بتجيلي بقى وانا مسافر افكار بالعبيط، لان انا فاهم. رايح اصلا في حته بتاعت انا مش مطلوب مني حاجه، انا مش هحاكم نفسي، انا مش عايز، انا جاي هنا اتبسط. اه. فغالبا رغبه الانسان في انه يعني من جوه، يعني النزعه الكئيبه ان انت ما تتبسطش بتخليك تقعد تطلع افكار. و يعني موضوع الشحن، يعني زمان كان للاسف القرايه، اعتقد كلنا معدلات القرايه قلت عندنا طبعا. قلت عن زمان. ليه؟ الاتنشن سبان بتاعنا اللي باظ من الدوم سكرولينج ومن الموبايل ومن مم. يعني مم. اعتقد انه فكرة ان انت تقعد وتقرا كتاب، في حاجة احنا برضو بيتم برمجتنا من اول ما السوشيال ميديا طلعت. في حرب على الاتنشن بتاعك ما بين مم. الاعلانات، ما بين الابليكيشنز، ما بين الحاجة في. مم. فانت ايه اللي بيديك الدوبامين السريع اللذيذ يعني. ايوه صح صح. ف ف والفرجة؟ الفرجة ما توقفتش. انا بالنسبة لي والفرجة بصراحة ما بحبش اتفرج يعني. بمنع نفسي، بحاول امنع نفسي من ده، بس ما بعرفش ان انا اتفرج بشكل تقني. بحب اتفرج كجمهور، مم. كشخص مستمتع الحدوته غصب عني. لا، بشوف بتشوف بشوف الحاجات.